بيبدأ الفيلم مع طالب في المدرسة اسمه تشيما، ومديرة المدرسة بتقوله إنها عاوزة منه خدمة، فبيقول لها تشيما اتفضلي. فبتقوله المديرة إن البنت دي اسمها كلاوديا وطالبة جديدة معانا في المدرسة، وعاوزاك تفرجها على المكان وتبقى معاها كام يوم لحد ما تعرف المدرسة كويس. فتشيما من حلاوتها بيفتح بقه وتقريبا كده بيفقد النطق. فالمديرة بتقوله ايه، هتفضل فاتح بقك كده كتير ولا ايه؟ هتنفذ المطلوب ولا شوف شاب غيرك؟ فبيرد عليها وبيقول لها لا أنا أنسب حد للمهمة دي. وبيبقى واضح من اللحظة الأولى إن كلاوديا خبرة زيادة حبتين تلاتة وبتثبته أكتر ما هو متثبت خلقة. فبيروح تشيما يفرجها على المدرسة وعلى الجراج. فبتقوله للأسف أنا مش معايا عربية، بس نفسي في شاب جدع يوصلني كل يوم. فبيرد عليها وبيقول لها أنا الجدع ده طبعا وهوصلك. ولما بيعرف إن بيتها بعيدة عن المدرسة بأكتر من ساعة بيقول لها عادي أنا ولا يهمك هوصلك. ولما بيرجع للبيت بيقول لأمه إنه عاوز العربية بتاعتها لكنها بترفض تديها له. فبيفضل يتحايل عليها لكنها برضه بترفض. وفي نفس الوقت ده بيوصل فيه عم تشيما واللي اسمه خايمي، وبيسلم عليهم وبيقول لهم إن هو جاي يقعد معاهم أسبوعين وبعدها هيرجع لبيته مرة تانية. وبيقول لهم إنه جايب العربية بتاعته. وأول ما تشيما بيسمع كده بيبدأ يهتم بعمه جدا، لكن بيبقى باين عليه جدا إنه بيعمل كده عشان عايز منه حاجة، وده اللي بيلاحظه عمه فعلا. فبيسأل تشيما لو كان محتاج منه حاجة. فبيقول له تشيما إنه قابل فتاة أحلامه وإن اسمها كلاوديا، وكمان وعدها إنه هيوصلها كل يوم بالعربية، لكن أمه مش راضية تديله العربية بتاعتها. فبيفرح عمه وبيقول لتشيما إنه فخور بيه جدا لأنه أخيرا اتعرف على بنت وهيدخل في أول علاقة حقيقية في حياته، وبيديله المفتاح بتاع العربية عشان يوصل كلاوديا. فبيشكره تشيما جدا وبيروح ينام عشان يصحى بدري ويقابل كلاوديا. وتاني يوم الصبح بيصحى تشيما بدري جدا عشان يلحق يوصل لبيت كلاوديا ويروحوا للمدرسة في ميعادهم. ولما بيقابلها بينبهر بشكلها جدا، وبتكون هي قصدها تلفت انتباهه عشان يفضل يوصلها كل يوم، وبيكون اسلوبها مريب جدا معاه وبتفضل تقوله كلام حلو كتير. وبعدها بيروحوا للمدرسة مع بعض وبيعرفها على اصحابه روبن واوجو، واللي اول ما بيشوفوها بيعجبوا بيها على طول وبيبقوا غيرانين منه لانه اول بنت يعرفها جميلة جدا كده. وبيفضل تشيما يتمشى مع كلاوديا في المدرسة وكل الطلاب بيكونوا باصين عليه وغيرانين منه، حتى إيلي بتبقى مركزة معاه. وبيبان ان إيلي بتحب تشيما لكنها مش عارفة تقوله انها بتحبه ازاي، وده بيخليها تتضايق جدا لما بتشوفه مع كلاوديا. فبتروح تتكلم معاه في الوقت اللي هو واقف فيه بيتفرج على بوستر لمسابقة غنائية عاملاها المدرسة. فبتقوله انها فكرت تشترك في المسابقة وبتسأله لو عاوز يشترك معاها، فبيقول لها انه موافق طبعا. وبيفتكروا ذكرياتهم مع بعض وهم اطفال، وده لما كانوا بيلعبوا مع بعض في الحديقة بتاعة البيت بتاعة إيلي. وبتقوله إيلي انها عارفة ان هو معجب بالموسيقى جدا وكمان هي بتشاركه الاهتمام ده. وقبل ما ترد على إيلي بتوصل كلاوديا وبتاخد معاها تشيما وبتمشي، وده بعد ما بتسلم على إيلي بأسلوب مستفز. وبيوصلها تشيما لحد باب بيتها وبيفضل واقف يتفرج عليها لحد ما بتدخل البيت. وفي الوقت ده بيخبط واحد معدي بعجلة وبيسبب له إحراج قدام كلاوديا، لكنها بتجري عليه وبتسأله لو في حاجة حصلت له. فبيقول لها إن هو كويس فبتودعه وبتدخل للبيت. وبيفضل هو كل يوم يوصلها من بيتها للمدرسة ومن المدرسة لبيتها، وبيصرف عليها فلوس كتيرة جدا لحد ما بيقرب يخلص الفلوس اللي هو محوشها لحفلة التخرج. وفي يوم بيشوفها تشيما وهي واقفة مع سياس، فبيروح يقف معاهم وبتشوفهم في الوقت ده إيلي وبتتضايق جدا لما بتشوفهم مع بعض، وده لأنها بتحبه. وبتلاحظ إن أصحابه كمان متضايقين منه لأنه ما بقاش يقعد معاهم زي الأول وطول الوقت ماشي مع كلاوديا. وتاني يوم بيحضر تشيما جلسات رقص مع كلاوديا، وبتبعت له إيلي في الوقت ده رسالة عشان تقابله في المدرسة، لكنه بيقول لها إن هو مع كلاوديا ومش هيعرف يقابلها وبيقفل الموبايل. وآخر الأسبوع بيروحوا كلهم لحفلة عاملها سياس في بيته، وأول ما بيوصلوا الحفلة بتسيبه كلاوديا وبتروح تقف مع سياس لأنها معجبة بيه. فبيتضايق تشيما جدا لأنها بالنسبة له دلوقتي فتاة أحلامه، لكنها مش معجبة بيه وسابته وراحت وقفت مع سياس. فبيفضل أصحابه يتريقوا عليه وبيقولوا له إن كلاوديا مش بتحبه وإنها بتحب سياس. وبيشوفها وهي بترقص مع سياس وبتكون مبسوطة جدا، فبيتضايق هنا تشيما وبيقرر يروح يتكلم معاها، لكن بيقطعهم سياس وبياخده على جنب عشان يتكلم معاه. وبيقوله في الوقت ده إنه معجب بكلاوديا وبيسأله لو كان يعرف عنها أي حاجة تخليه يقرب منها. فبيقوله تشيما إنها معجبة بواحد تاني خالص وبيطلب منه يبعد عنها. فبيتضايق سياس لما بيعرف كده وبيقرر فعلا إنه يبعد عنها. وبيروح تشيما مع كلاوديا عشان يوصلها للبيت لأنها سكرانة وبيبات معاها في البيت. وتاني يوم بتقوله كلاوديا إن سياس ما تكلمش معاها من امبارح وده مضايقها جدا، فبيقول لها إنها تستحق تكون مع واحد أحسن منه، وبيحاول يقول لها إنه معجب
معجب بيها لكنه ما بيقدرش يقول لها الصراحة. فبتقول له كلاوديا في الوقت ده انه افضل صديق ليها في الدنيا، فبيتصدم اول ما بيسمع كده لانه كان بيتمنى انها تكون حبيبته، وبيسيبها في الوقت ده وبيرجع على البيت. وتاني يوم وهو بيفطر مع عيلته بيقول لأمه انه اتعرف على بنت في المدرسة ومعجب بيها، فبتفرح امه اخيرا انه اتعرف على بنت واخيرا هيدخل في علاقة مع واحدة. وبتقول له انها كانت بتتمنى انه هو يرتبط بإيلي لانها بتشاركه نفس اهتماماته. وفي الوقت ده بتسمعهم اخته وهو بيقول ان كلاوديا بتقول له واو، فبتقول له اخته انه هو فهم معنى الكلمة غلط وانها معتبر الحيوان الاليف بتاعها عشان بيوصلها للبيت ودايما بيهتم بيها لكنها مش معجبة بيه ولا حاجة. فبيتضايق تشيما من كلام اخته وبيدخل اوضته، واخر النهار بيروح لمحل اسطوانات في المدينة وبيقابل إيلي هناك، وبتكون متضايقة منه لانه ما حضرش معاها المسابقة، فبيعتذر لها لانه كان مشغول جدا وقتها. واخر اليوم بيروح يقابل كلاوديا وبيقول لها انه عارف معنى اللقب اللي هي بتقوله له، وبيسألها لو كانت فعلا شايفاه كده لكنها ما بتبقاش عارفة هو بيتكلم عن ايه. وبتقول له ان سياس ما طلبش منها تروح معاها الحفلة اللي عاملاها المدرسة عشان كده هي عاوزة تروح الحفلة دي معاه هو. فبيفرح جدا وبينسى هو كان بيكلمها في ايه اصلا. وتاني يوم في المدرسة بيقابل صاحبه اوجو وبيقول له انه كلاوديا طلبت منه يحضر معاها الحفلة. في الوقت ده بتيجي صاحبة روبن واللي اسمها انا وبتقول له ان إيلي هتحضر الحفلة مع زميل ليهم في المدرسة اسمه تونو. فبيتضايق تشيما جدا لما بيعرف كده لكنه بيتظاهر ان كل حاجة طبيعية. وفي الوقت ده بتتكلم كلاوديا مع زميلتها انا واللي بتسألها لو كان سياس عرض عليها تحضر معاه الحفلة، فبتقول لها كلاوديا انه ما عرضش عليها تروح معاه، فقررت انها تروح مع تشيما. فبتقول لها انا والكس انها ما ينفعش تروح مع تشيما لانه تابع ليها لكنها ما بتفهمش هما بيقولوا ايه. فبتقول لها انا ان كل بنت مشهورة في المدرسة ليها تابع، والتابع ده بيعمل لها الحاجات اللي هي بتكسل تعملها وبتعرفها على التابع بتاعها. وبتقول لها انه ما ينفعش تحضر معاه الحفلة لانه مش صاحبها. فبتقتنع كلاوديا بكلامها وبتروح لسياس وبتعرض عليه انهم يرتبطوا ويروحوا الحفلة مع بعض، فبيوافق وبيروح معاها للبيت. وفي نفس الوقت ده بيفضل تشيما مستنيها قدام المدرسة عشان يوصلها للبيت، لكن حارس المدرسة بيقوله انها روحت مع شاب تاني، فبيفضل يتصل بيها لكنها ما بتردش عليه. فبيقرر يروح لها البيت، ولما بيوصل لبيتها بيطلع على المواسير وبيدخل اوضتها، ولما بيطلع هناك بيشوفها مع سياس فبيتضايق لانه كان معجب بيها. لكن في الوقت ده بيسمع صوت ابوها وامها بينادوا عليها، فبينط من البلكونة بسرعة وبيقع على الارض، فظهره بيوجعه وبيروح على البيت بسرعة قبل ما يمسكوه ويفتكروه حرامي. ولما بيوصل للبيت بيحكي لخايمي انه هو شاف كلاوديا مع حد تاني، فبيحاول خايمي انه يهديه. واثناء ما هما بيتكلموا بتتصل بيه كلاوديا وبتعتذر له، وده لانها مش هتقدر تحضر معاه الحفلة وهتحضر مع سياس. فبيتضايق هنا تشيما اكتر لانه سياس قدر يقنع كلاوديا تروح معاه للحفلة، وبيبعت رسالة لإيلي يسألها لو توافق تروح معاه الحفلة. وبيروح يزورها في الاستوديو بتاعها وبيقول لها انه عاوز يروح معاها الحفلة. فبتسأله هو ليه مش هيحضر مع كلاوديا، فبيقول لها انه هو وكلاوديا اصلا مش اصحاب. فبتفرح إيلي لما بيقول لها كده وبتوافق تروح معاه الحفلة. ويوم الحفلة بيلبس تشيما البدلة بتاعت ابوه، وبيكون متضايق من شكلها لانها قديمة شوية لكنه بيلبسها لانه بيحب ابوه جدا وكان بيتمنى يحضر معاه يوم زي ده. وفي الوقت ده بيوصل روبن واوجو في عربية ليموزين وبياخدوا تشيما معاهم عشان يروحوا للحفلة. ولما بيوصلوا الحفلة بيقابلوا إيلي وبيبقى شكلهم لطيف جدا ومندمجين مع بعض. فبتوري له إيلي الورقة اللي كانت كاتباها وهي صغيرة، وكانت بتتمنى وقتها انها تحضر حفلة التخرج من المدرسة معاه هو. فبيفرح جدا اول ما بيشوف الورقة دي وبيتأسف لها عشان هو ما كانش مهتم بيها طول الفترة اللي فاتت، خصوصا لان هو كان خايف لا تكون هي مش بتحبه وبيطلب منها ترقص معاه. واثناء ما هم بيرقصوا بتشتغل اغنية كانوا بيسمعوها مع بعض وهم صغيرين، فبيفرحوا جدا وبيندمجوا في الرقص. وبيحاول تشيما في الوقت ده انه يقرب من إيلي، لكن فجأة هنا بتظهر كلاوديا وبتطلب منه انها تتكلم معاه. فبتروح إيلي الحمام وبيقف هو يتكلم مع كلاوديا، فبتقول له انها بتحس بالغيرة لما بتشوفه مع إيلي. فبيقول لها انه طلب منها تكون حبيبته وتروح معاه للحفلة لكنها رفضت. واول ما بتسمع كلاوديا ان هو بيحبها بتفضل تتريق عليه وبتقول له ان هو كان تابع ليها مش اكتر، وبتسيبه وبتمشي مع سياس. وفي الوقت ده بتيجي إيلي وبتقول له انها سمعته وان هي كانت عارفة ان هو ما بيحبهاش وبتسيب الحفلة هي كمان وبتمشي. فبيحاول اوجو انه يتكلم معاه لكنهم بيتخانقوا مع بعض، وبيقول له تشيما انه مش عاوز يصاحبه تاني هو وروبن وبيطلب منه يطلع من حياته. فبيتضايق اوجو من اسلوبه ده وبيسيب الحفلة هو كمان وبيمشي. وبيفضل تشيما يشرب لحد ما بيسكر وبيقرر يمشي عشان يروح، لكنه بيتكعبل وبيقع على الارض وبيقوم بسرعة وبيروح على البيت وبيقابل عمه
عمه خايمي، فبيحاول عمه يفهم منه ايه اللي عمل فيه كده، لكنه ما بيبقاش في وعيه وبيفضل يقول كلام غريب وبيهاجم عمه وبيقول له ان هو مش بيهتم بيه لان هو عمه، لكنه بيهتم بيه لانه معجب بامه وعاوز يرتبط بيها. فبيتضايق عمه من استفزاز تشيما ليه وبيسيبه وبيدخل البيت. وتاني يوم بيصحى تشيما من النوم على صوت امه وهي بتزعق، واول ما بيصحى بتساله هو قال ايه الخايمي خلاه يسيب البيت ويمشي، لكنه ما بيبقاش فاكر اي حاجه من اللي هو قالها امبارح. فبيحاول يتصل بيه عشان يعرف هو قال له ايه، لكنه ما بيردش عليه وبيحاول يتصل بإلي وبرضه إلي ما بتردش عليه. وتاني يوم بيقابل إلي في المدرسة وبيحاول انه يتكلم معاها لكنها بترفض تتكلم معاه، لكنه ما بيملش وبيحاول يتكلم معاها بأي طريقة. فبيروح لها الاستوديو وبيجيب لها هدية عشان ترضى تتكلم معاه، لكنها برضه بترفض. وفي يوم اختبارات الكلية بيقابل أصحابه روبن وأوجو وبرضه بيحاول يتكلم معاهم لكنهم بيرفضوا يتكلموا معاه. وفي الفترة دي بيتغير تشيما جدا وبيحس بالذنب لأنه خسر كل الناس اللي بيحبهم. ويوم حفلة التخرج الصبح بيبعت رسالة لعمه وبيعتذر له على أسلوبه معاه آخر مرة وبيطلب منه يحضر حفلة التخرج، وبياخد البوستر بتاع الفرقة الموسيقية اللي معاه وبيديه هدية لإلي. وأثناء ما هو بيتمشى في المدرسة بيشوف أنا وأصحابها وبيكونوا بيستغلوا أتباعهم، فبيقول لهم إن اللي بيعملوه ده غلط وإن ده مش بيميزهم وإنه كده هيخلوا كل الناس في المدرسة يكرهوهم. وبيقول لهم إن هم محبوبين من غير ما يكون ليهم أتباع وإنهم بكده بيستغلوا الأولاد دول. فكلامه بيعجب كل الطلاب وبيفضلوا يسقفوا له وبيروحوا كلهم يقعدوا على الكراسي عشان حفل التخرج هيبدأ. وبتحاول في الوقت ده كلاوديا إنها تتكلم معاه وبتقوله إنها انفصلت عن سياس وإنها موافقة إنها ترتبط بيه، لكنه في الوقت ده بيرفض وبيقول لها إنه مش عاوز يكون حبيبها ومكتفي إنهم يكونوا أصحابه بس. وبيجي روبن وأوجو في الوقت ده فبيعتذر لهم على أسلوبه معاهم وبيقول لهم إن هم أصحاب عمره وإن هو ما عندوش استعداد يتخلى عنهم مرة تانية. وفي الوقت ده بينادي المدرس أسمائهم، ولما بيطلع تشيما على المسرح بيشوف خايمي اللي جه الحفلة عشان يشوفه وهو بيتخرج وبيكون فخور بيه جدا. فبينزل تشيما من على المسرح وبيروح لخايمي وبيعتذر له، وبيروح بعد كده لإلي وبيعتذر لها إنه دمر علاقتهم وبيقول لها إن هو بيحبها وعاوز يفضل معاها. فبتوافق إلي وبتقول له إن هي كمان بتحبه وبيسافروا مع بعض رحلة تبع المدرسة. وأخيرا بيحقق تشيما حلمه وبيرتبط بالبنت اللي كان بيحلم بيها وهو صغير، وبيقرروا إنهم يكملوا حياتهم مع بعض. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.